اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد اعمله. اللي حابة بس اعرفكم على القناة بتاعتي، هي خاصة بريفيوهات كتير عن منتجات وعن جولات في اماكن كتير، وكمان فيديوهات كتير عن الطبخ وحاجات عن التورت والجاتوهات. هتعجبكم قوي لو اتفرجتوا عليها، ويشرفني جدا ان انتوا تشتركوا فيها. النهاردة بقى جايالكم بفيديو مفيد جدا، ناس كتير قوي هتستفاد منه. هو كريم زيرول. في ناس ما تعرفش ايه الكريم ده. الكريم ده يا جماعة يعني سحر كده. هو كريم طبي وتجميل في نفس الوقت، متوفر في كل الصيدليات. اسمه كريم زيرول. مميز جدا وسعره مناسب بالنسبة للكريمات اللي انا هقول لكم بقى هو بيعمل ايه. فهو سعره مناسب جدا بالنسبة للكريمات اللي بتعمل نفس الافكت بتاعه، بس سعرها بقى ايه، مبالغ فيها او مستوردة. كريم زيرول زي ما انتوا شايفين انا كنت جايباه ب150 جنيه، يعني من حوالي شهرين كده. دلوقتي ممكن تلاقوه غلي شوية او حاجة، يعني هتلاقوه برضو في الحدود دي. طيب، ايه بقى هو الكريم وبيعمل ايه؟ كريم زيرول بيحسن من مظهر الجلد. نقرا اللي هو مكتوب عليه: كريم ملين ومرطب للجلد، الحل المتكامل لإعادة الملمس والنعومة واللون والمظهر الطبيعي للجلد. توضع كمية مناسبة من كريم زيرول على المكان المطلوب من الجلد عند الحاجة. يقرر الاستخدام لحين الوصول إلى نتائج مرضية. طيب، أنا دلوقتي عايزة أعرف الكريم ده بيعمل إيه. كريم زيرول دوا زي ما كان مكتوب كده ان هو بيحسن من مظهر الجلد ولونه ونعومته كده، ويخليه فريش وبيبي كده. بس اهم حاجة بقى هو بيعمله، هو علاج لآثار العمليات الجراحية والحروق. يعني لو انتي لسه والدة وطالعة من عملية قيصرية ومكان الجرح مضايقك او في خط كده لونه غامق شوية، تقدري تحطي من كريم زيرول ده مرة الصبح ومرة بالليل. بس بتاخدي جزء من الكريم ويدوبك تحطيه في اتجاه واحد كده، تمشيه كده على اتجاه واحد، ومرة تاني كده تمسحي في اتجاه واحد وتسيبيه. هو بيعالج المكان، مكان الجرح او عملية او اثار، او اثار حب شباب. بيعالج الموضوع ده حلو جدا. يعني ممكن خلال اسبوع ل10 ايام هتلاحظي بفرق اللون في المكان. يعني قادر جدا ان هو يخلصك من الحاجات اللي مضايقاكي. مثلا خط عملية قيصرية او اي عملية انتي مثلا عاملاها وعاملة لون كده في بشرتك مضايقك، تقدري تستخدمي الكريم ده بكل امان، ومفيش منه اي اضرار. بالنسبة لو انتي هتستخدميه للقيصرية مفيش منه اي اضرار. ده كريم طبي في الصيدلية، وليه رقم وكل حاجة، ليه رقم تسجيل وكل حاجة. طيب، هو طيب وبيعمل ايه بقى تاني؟ في برضو دلوقتي لو انتي اتلسعتي مثلا، عندك جرح، كلنا طبعا معرضين ان احنا بنتلسع واحنا واقفين في المطبخ، او ايدينا بتتحرق. هو مش بيتحط مباشرة كده بعد الحرق، مش زي الميبو. الميبو بيتحط مثلا لو انتي اتلسعتي او حاجة طرطشت عليكي زيت ولا حاجة، بنجري طبعا، بيبقى كلنا عندنا كريم الميبو في البيت، بنجري نحط كريم ميبو كده ونسيبه علشان ما يعملش اثر. طب انتي مثلا ما لحقتيش الموضوع وعندك اثر في ايدك، مطرح جرح، مطرح زي ما قلتلك لسعة بوتاجاز، لسعة زيت، طرطشة زيت على ايدك وبقى لها فترة، الكريم الزيرول بيقدر يشلك الآثار بتاعة اللسعة أو الحرق ده. بس مش هيمحيها خالص للأمانة. هو هيفتحها لك مثلا درجتين 3 لو هي لونها غامق، لكن مش هيمحيها خالص. يعني أنا مثلا كان عندي الحرق ده كان لونه أغمق من كده، حطيت عليها حوالي أسبوع، قلل درجة اللون بتاعته، بس ما شالهاش خالص. هي كانت اغمق من كده، بس يعني قللها شوية. طبعا انا لو كنت استخدمته بعد الحرق على طول
كان النتيجة هتبقى افضل. بس هو بقاله فترة في ايدي، يعني بقاله كذا شهر في ايدي، وانا لما جبت الكريم استخدمته كده حاجات بسيطة ففتح اللون شوية، وده برضو مش وحش، يعني بدل ما اللون يبقى غامق. ده بالنسبة للحروق وبالنسبة للعمليات الجراحية. وكمان لو انتي بيعالج الخطوط البيضة والحمراء اللي هي الاسترتش مارك اللي بتحصل في الجسم. طبعا ساعات مع الولادة البطن بيجي فيها التشققات اللي بتحصل دي حمراء او بيضة، فبتضايقنا بعد كده، فانت تقدري تدهني منه عشان يعالج الاسترتش مارك. وده بقى طبعا دوره يعني حلو جدا بالنسبة للكريمات بتاعة الاسترتش مارك. انت عارفة يعني لو انت سألتي على الكريمات المستوردة هتلاقيها غالية جدا ومبالغ في سعرها قوي، لكن ده ب150، قولي مثلا 180 لو غلي. فكميته حلوة كمان، ان انت لو استخدمتيه كميته كويسة، و40 40 جرام، فكميته كويسة ان انت تستخدميه وما يخلص تكرريه. لكن الكريمات التانية بتبقى غالية جدا، وعايزة اقول لكم ان ده يعتبر نفس المفعول ونفس المدة اللي هتاخديها مع الكريمات الغالية، يعني مش بالغلو يا جماعة. وكمان الناس اللي هي بتتخن وتخس والكلام ده بيحصل لهم ستريتش مارك، علامات اللي هي الخطوط البيضاء او الحمراء في دراعاتهم من فوق، او في رجلهم من فوق، او في بطنهم لو كان عندهم كرش ويعني قللوه شوية. برضو بيحصل موضوع التمدد بتاع الجلد ده. فالزيرول كريم بيعالج التمدد الجلد والاسترتش مارك وبيقلله، مش بيمحيه، بيقلل العلامات ولونها، مش بيمحيها خالص. اللي بيمحي بقى على العلامات خالص، مفيش اي كريم هيمحي العلامات خالص، مفيش غير جلسات الليزر، علشان بس نبقى واضحين. انتي لو عايزة تمحيها خالص يبقى جلسات ليزر، لكن لو عايزة تقللي لونها او شكلها او ملمسها، ساعات بيبقى ليها ملمس كده كأن الجلد مشقوق كده، لو مشيتي ايدي كده تحسي كأن الجلد مقطوع او مشقوق، يبقى كريم زيرول هو الحل الامثل ان انتي تستخدميه. لو انتي مش حباها خالص ولونها بقى مضايقك جدا وشكلها، يبقى روحي اعملي جلسات ليزر، بس طبعا بتبقى غالية وبتاخدي عدد جلسات كتيرة علشان مش بتروح بسهولة. وكمان لو انت كان عندك حبوب في وشك وندبات او اثار كده، مثلا حروق شمس، او رحتي مصيف وجلدك وشك اتحرق، او عندك حروق في ايدك مطرح المصيف، طبعا ساعات بنروح بنبقى لابسين نص كم او حاجة وبتلاقي ايدك لونها غير كتفك، او لو لابسة المايو الكم بتحسي ان كف ايدك غير لون هنا. فالزيرول كريم تقدري ان انت تحطيه هيفتح معاكي اللون اللي بيحصل من البحر ده والغمقان وحرق الجلد اللي بيحصل ده، فتقدري تحطيه كملطف وملي، يعني ملطف كده ومهدئ للجلد من الاسمرار، يعني هيفتح لك الدنيا وهيخلي لك الملمس ناعم وحلو جدا. طيب ولو انتي بقى كان عندك حبوب في بشرتك واثار ندبات او حاجات زي كده، وعالجتيها والحبوب دي سابت اثار بعد كده بقعة كده بنية صغيرة، فتقدري تستخدمي زيرول كريم. بس الاول هتستخدمي غسول مناسب لبشرتك، لو بشرتك دهنية او جافة بتختاري الغسول المناسب لبشرتك من الصيدلية، وبتستخدمي الزيرول بعد ما بتغسلي بشرتك، او لو عايزة تحطي بس في الاماكن او المناطق اللي فيها الندبات او مكان اثار الحبوب، يعني النقط الغامقة او حوالين الفم مثلا، الجزء حوالين الفم بيبقى ساعات غامق شوية. تقدري ان انتي تستخدمي طبقة رقيقة كده من الزرول كريم، ما تدعكيش بقى وتعملي دواير، لا يا دوبك بتحطي طبقة كده بسيطة وتفرديها كده بالراحة وخلاص. تحطيه مثلا الصبح وبالليل، هيجيب معاكي نتيجة كويسة قوي. وزي ما قلت لكم بيعالج كمان اثار الحروق القديمة وعلامات اللون الغامق في الجلد واثار الحروق بتاعة الشمس. انتوا حتى لو تلاحظوا هنا جايبين يعني شكل كأن دي مثلا البشرة وغامقة، وبعد كده بيفتح شوية وبيفتح شوية، مش اللي هو بقى بيفتح يخليكي بيضة شمعة منورة، لا ملوش علاقة بالموضوع. هو مجرد بس انت لو عندك حروق او عندك ندبات او عندك اثار من العمليات الجراحية،
زي ما قلت لكم كده في الفيديو، هو بيقدر يفتح لك المكان ويخلي لك الملمس بتاعه حلو وصحي وناعم ولامع بمظهر طبيعي. انا كنت جايباه كمان الاول، ما كنتش اعرف بصراحة ان هو بيستخدم في الحاجات دي كلها. انا كنت جايباه ان ولادي كان عندهم بقع في جسمهم، يعني اصابوا بجدري، وبعد كده بعد ما خلصناه كان في بقع الاثار بتاعه الجدري اللي هي البقعة كده كأنها حبوب. بعد ما الحبوب يعني خلصت وخفوا خالص، كان في بقى الاثار بتاعته. فجبته، الدكتورة كتبتهولي علشان الآثار دي تروح من وشهم، يعني احطها بقى كده تحسن من اللون والمظهر بتاع الجلد بتاعهم وترجعوا بقى اللون الطبيعي. فانا كنت جايباه عشان كده. نفتح بقى دلوقتي علشان اوريلكم. ده اهو، هو مكتوب عليه بس ان هو للاستعمال الخارجي، ويتجنب ملامسة العينين، يعني بلاش نحطه عند العين او الكلام ده. هو دي الانبوبة بتاعته، هي سيليكون كده. طب نبص بقى على الملمس بتاعه، هو لونه ابيض اهو. بصوا اهو، انا هحط بس جزء صغير كده عشان اوريله. هو لونه ابيض تقيل شويه، فما بنحط منه ما بنحطش كميه كبيره زي ما قلت لكم، مش بالكميه الكبيره. بنحط جزء كده. انا مثلا عندي حرق في ايدي هنا، عندي كف ايديا من هنا غامق واسمر من حروق الشمس، عندي بقع كانت من اثار الحبوب، فهحط جزء كده وهبتدي ان انا امشي كده. طب هي كده ما يعني ما راحتش، ببتدي بقى بس كده وبسيبها، مش احطها وادعك فيها وبتاع. هو هنسيبه كده بالطريقة دي، وهو هيمتص البشرة، هتمتصه على طول. وما ندعكوش بقى، ما نفضلش رايحين جايين كده ندعك فيه، لا هو بنحط جزء بسيط ونبتدي ان احنا نوزعها كده في اتجاه واحد وبس كده. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واكون قدرت ان انا اوصف لكم المنتج بطريقة كويسة، وتقدروا تجيبوه من الصيدليات، متوفر جدا في كل الصيدليات، وسعره يعني متراوح من 150 170 180. انا جايباه من حوالي شهرين او اكتر شوية، فبصراحة مش عارفة دلوقتي سعره كام، بس استخدموه بجد. هيعجبكم قوي، وتقدري كمان تستخدميه على بشرتك. مش شرط يكون عندك اثار حبوب ولا حاجة، تقدري تستخدميه على بشرتك للتفتيح وكمان للنعومة، يعني مرطب كده لطيف وطبي، بدل الكريمات اللي فيها روائح عطرية والكلام ده كله بتدي نتيجة وحشة للبشرة، بتدي يعني مش بتدي المطلوب للبشرة. فده كريم طبي حلو وهادي على البشرة ومفيهوش روائح عطرية خالص، فهيعجبكم قوي لو استخدمتوه. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم لقناتي، وياريت تتابعوني دايما في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.